ادفرتايزنج. لجأت القناة ان هي تنشر خبر الافتتاح في الصحف العالمية والمحلية للفت الانظار ان في مشروع حقيقي يقدر يفيد العالم كله من شرقه لغربه، وده طبعا كلف حكومتنا فلوس كتيره جدا، وده خلى العاملين في تسويق القناه في حيره في اختيار الاسلوب المناسب للاعلان، خصوصا ان كان الراديو وقتها ملوش صلاحيات ان يوصل للناس بره، وبما ان ما كانش فيه خطه واضحه للقنوات الاعلانيه فالاسلوب ده ما جابش همه خالص. وده يودينا ل 2025. ازاي اختار وسيله الاعلان المناسبه؟ اول حاجه لازم تحدد جمهورك المستهدف، ولازم تحدده بشكل صحيح مش باحساسك. ده ما حصلش وقتها عشان كان في ناس كتير ما كانتش مهتميه اصلا تقرا الخبر ده. تاني حاجه لازم تعمل اوبجكتيف، لازم تحدد الهدف من الاعلان اللي انت بتعمله ده ايه مش باحساسك، لان وقتها كان الحكومه بتاعتنا عايزه تكسب من غير ما تعمل اي اويرنس. ثالث حاجه تحديد الميزانيه. مصر وقتها كانت ميزانيتها محدوده جدا، وعلشان كده اتدينت عشان ما كانش فيه اي تخطيط واضح مش باحساسك. رابع حاجه اختيار الوسيله المناسبه او القناه المناسبه، البلاتفورم اللي انت هتشتغل عليه. يعني مثلا لو انا اسلوبي في الاعلان بي تو بي فانا بخاطب رجال الاعمال عبر الايميل، بس لو انا شغال بي تو سي فانا بستهدفهم على الاوت دور او التي في ادز وهكذا. وكل الكلام ده ما تحققش في وقت قناه السويس رغم ان المفاهيم تقريبا شبه مفاهيمنا في الوقت. طبعا الاعلانات اللي في الصحف العالميه ما نجحتش لان انت كنت بتستهدف بيها كبار الشخصيات وهم كانوا موجودين عندك اصلا في اللونش، وده يبين لك قد ايه اهميه الاعلان واختياره لازم يتبني على تحليل حقيقي مش باحساسك. في الفيديو الجاي هتكلم بالتفاصيل.